في اتجاه صحيح. وعلى الجهة الأخرى أيضا هناك تيفو، فرجة جميلة جدا في المدرجات، تيفو ديال فريق الوداد البيضاوي، الجماهير الودادية التي تؤكد من خلال هذه التيفوهات قوتها. جميل جدا ما نعيشه من لحظات رائعة هنا بجنبات مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. هنا صورة ترمز إلى القوة و يعني صور رائعة وإبداع، يمكن نقول هكذا إبداع ديال الجمهور ديال فريق الوداد البيضاوي. قلت في إشارة ورسالة واضحة إلى أن الجمهور فريق الوداد يبقى من الجماهير المعول عليها في كل اللحظات. فرجة في المدرجات ولعلها تكون دافع للاعبي الفريقين لتقديم فرجة على أرضية الملعب. هنا صور تذكارية تخلد لهذه المباراة رقم 17 بعد 100 بين الفريقين. يبقى فريق الرجاء البيضاوي من حيث الأرقام في الصدارة 38 انتصار مقابل 25 لفريق الوداد البيضاوي. بقية المباريات انتهت كلها متعادلة بين الفريقين. الديربي هذا الذي يتزامن على الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية أي نهاية الثلث الأول من البطولة الاحترافية، وصورة جماعية جميلة جدا بين الفريقين، بين أفراد الفريقين، بين الوداد والرجاء. صورة تعكس الروح الأخوية التي تجمع بين اللاعبين. أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء أرضية جميلة جدا على الرغم من الأمطار القوية التي تهطلت طيلة صباح هذا اليوم والتي توقفت في حدود الساعة 1، إنما ذلك لم يؤثر بطبيعة الحال تأثير جزئي محدود على أرضية الملعب التي تبقى مع ذلك صالحة لإجراء هذه المباراة التي نتمنى أن يكون مردودها التقني لا للوداديين ولا بالنسبة للرجاويين. هو مناسبة ماشي ديال 3 النقاط فقط، ولكن هو فرصة ديليس مويتيس، رشيد سليماني، فيفيان مابيدي وعبد الكبير الوادي. وهنا تيفو ديال فريق الوداد البيضاوي على الجهه اليسرى. فدائيون، هذا هو ديال الرساله القويه التي يبعثها جمهور الوداد البيضاوي، الالترا ديال فريق الوداد البيضاوي، الوينرز فدائيون، بمعنى انهم حاضرون الى جانب فريق الرجاء البيضاوي يتنفسون عشق الفريق الاحمر والابيض. هنيئا لفريق الرجاء البيضاوي، فريق الوداد البيضاوي بجماهيره الوفيه التي اثبتت مره اخرى انها ستبقى مع فريقها مهما كان في السراء والضراء. اذا دخول الفريقين فريق الرجاء البيضاوي والوداد، نذكر بان الوداد هو الذي يستقبل في هذه المباراه. فريق الرجاء نذكر مره اخرى ونتمم بالاحرى الاحتياطيين واللاعبين الاساسيين ديال الفريق. قلت محمد بولحاج، سعيد فتاح، إلى حفيظي، ليس مويتيس، رشيد سليماني، فيفيان مابيدي، عبد الكبير الوادي، محمد بوجاد في الاحتياط كحارس مرمى، زكريا الهاشمي، احمد شاغولي مصاب على مستوى الكتف ديالو، لذلك المدرب جوزي روماو كاساسي في هذه المباراه. حمزه بورزوق، صلاح الدين عقال المصاب وايضا كان اصيب في احد الحصص التدريبيه على مستوى العين في احتكاك مع احد الزملاء ديالو سعيد فتاح. محمد علي بمعمر وياسين الصالحي العائد لقلعه فريق الرجاء البيضاوي بعد غياب طويل بسبب الاصابه، كان دخل لدقائق قليله في المباراه الاخيره امام فريق المغرب الفاسي.
إذا الفريقان يتواجدان على أرضية الملعب الآن، والذي سيقود هذه المباراة طاقم تحكيمي دولي سيد بوشعيب الحرش بمساعدة كل من رضوان عاشق ومحمد الحميدي، طاقم تحكيمي دولي لقيادة هذه المباراة. في المقابل نتابع أيضا التيفو ديال فريق الرجاء البيضاوي، قلت الجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي التي لم تألو جهدا في تشجيع فريقها وفي الدفع بالفريق من خلال الإشارات القوية والرسائل القوية التي مفاتيح الجمهور الرجاوي يبعثها صوب اللاعبين وصوب البيضاوي. ورسالة البيضاوية، هذا التيفو مرة أخرى ديال أنصار فريق الرجاء البيضاوي، وهو عبارة عن طريق سالك، وكأن الجمهور البيضاوي